السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سحر توب. راسلت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ في حق دنيا بطمة، وذلك في الملف المعروف بحساب حمزة موان بيبي. وأفاد مصدر قضائي أنه تم توقيف الفنانة دنيا بطمة قبل قليل بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء. ووفق المصدر انتقلت الشرطة القضائية بمراكش إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا بطمة من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10,000 درهم. نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لكم تحيات طاقمنا. إلى اللقاء. نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لكم تحيات طاقمنا. إلى اللقاء.